البنت اتجوزت راجل في غيبوبة علشان تاخد 100 مليون دولار، وكانت بتعمل فيه مقالب كل يوم، حتى كانت بتحط له باروكات مضحكة وتتفاخر بالصور. ولما بصت على كارت الVIP وجوزها الممدد حست بالحياة الثرية اللي مستنياها، لكن فجأة شافت صورة ليها معاه على الحيطة وفكرت إنه نفس السنير اللي كان بيغيظها في الجامعة. يومها كانت خسرته لعبة واضطرت تلزق ورق على وشها وتتصور معاه. لما افتكرت ده وشافته دلوقتي في غيبوبة اتعصبت، لكنها ابتسمت بخبث وقالت إنها هتعتني بيه علشان الفلوس. وفي يوم وهي بتأكله شوربة، أمه دخلت حزينة وبلغتها إن الدكتور قال إن ابنها مش هيفوق، ولأنها مش عايزة تعطل مستقبل البنت قالت لها تطلقه. البنت حضنته فوراً وقالت إنها بتحبه وهتفضل معاه. الأم اتأثرت وادتها كارت تاني فيه 100 مليون دولار. ساعتها البنت خطرت لها فكرة أسوأ، تحاول تصحيه علشان فلوس أكتر. جربت طرق كتير كلها فشلت، لكن أول ما بدأت تمدح شكله ضربات قلبه أسرعت، ولما لمست صدره اتخضت وبصت لقت نفسها دايسة على خرطوم الأكسجين. اتوترت وعملت له CPR وشالت الماسك تتأكد، وفجأة فهمت إنها عملت مصيبة فهربت من غير ما ترجع الماسك. وهي بتلم هدومها كانت بتتسائل إزاي الأمور اتخربت ولازم تهرب قبل ما حماتها تعرف، لكنها اتفاجئت بيها وراها. افتكرت إن سرها انكشف، بس حماتها قالت لها تجهز نفسها. البنت دعت ربنا، وفجأة جوزها ظهر واقف وراهم. منظره وهو فايق وناشط خلاها تتصدم ومش قادرة تتكلم.